ميسي عدى بمهاره حلوه قوي من كورونا. ادي ميسي يعدي، ميسي يراوغ لكن ممسوك، يحاول يعدي حكم اللقاء. اعتقد كورونا هياخد انذار. ادي امامنا كورونا انذار. ادي كورونا انذار الدور الاول. 2-0 لبرشلونه. ميسي في الدقيقه 21، ادريانو في الدقيقه 56. 2010 2011 8-0 في ملعب فريق نادي الميريا، ملعب ميديتريانو في طبعا الاندلس، لما فازوا 8-0 وكان 3-1 في الدور الثاني في الكاب نو. كان لعبوا ايضا في الكاس 5-0 في الكاب نو برشلونه، و3-0 ايضا في الكاس. ادي امامنا هنا بنتابع انذار عزيز وانذار للاعب كورونا في هذه المباراه. كرات الثابته، كرات الثابته، حوار ما بين تشافي وميسي في هذه اللحظات. ادي امامنا هنا تشافي. 708 مباراه، منها 463 في الليجا، بقى بمباراه اليوم يبقى 709 و464 مباراه. مسجل في اياكس اوروبيا، ومسجل في بلد الوليد، وايضا مسجل في مرمى ليفانتي. لكن اعتقد ميسي لا يسجل، اعتقد ميسي. ادي امامنا هنا ميسي، ادي ميسي 14 هدف لميسي، وميسي بيمسي. يا على فاول معمول حلو قوي. ادي امامنا هنا ميسي، الارقام القياسيه يقترب يعني من اللاعب باولينيو الكانتارا 369 هدف، وميسي يحتاج بقى هدفين بخلاف هذا الهدف عشان يحطم الارقام القياسيه. ادي امامنا ميسي الهدف رقم 15 في 17 مباراه كلاعب اساسي ولقاءين كلاعب بديل. امامنا هنا بيسجل هدفه رقم 15 ميسي من فاول بقى ملعوب ايه؟ ملعوب بالمقاس بالسنتي، محطوطه حلوه صعبه. لا تقول لي بقى ستيفانو ولا تقول لي اي حارس مرمى. شوف امامنا ميسي، امامنا هو يضحى. جميله جميله جميله. امامنا ليونيل ميسي، عندما يلعب ميسي تاتي المتعه، عندما يسجل ميسي تاتي الفرحه، عندما يتالق ميسي ياتي الانتصار للبارسا، ياتي الانتصار للفريق الكتالوني. يحتاج وستيفان مش قادر ياخد. الاهداف اللي سجلت للان على البارسا فيهم كرات ثابته، قصر القامه، بالمرة خروج خاطئ لفالديس، عدم الكلام بين اللاعبين، عدم يعني الاشياء هذه كلها ربما تؤثر على الدفاع. هنا هدف ميسي لحسن الحظ انه سجل الهدف الثاني، ولكن هذا من كرة ثابتة. هذه الحلول الموجودة امامنا، والحلول حسن الحظ كما قلنا دائما ونقول. حسن الحظ ان هناك لاعبون يسجلون اهداف اكثر مما يستقبل فريق البارسا. هذا هو الحل عليه الفريق البارسا في ظل يعني تضاؤل او الدفاع السيء للبارسا. عليه ان يسجل اكثر.